لكم الفرق ما بين منتخب استقبال الابطال بالولايات المتحده الامريكيه ومنتخب يعني تعرض للتفتيش في اول نقطه ديالو من وصل لامريكا. والبرقيه راكم مفهوموا كلام من عمالين، يعني راه هادشي علاش ما كاينش خوتنا من الجزائر يبداو يسولوا ويبحثوا علاش، يعني كل واحد سابقه سمعته. الكرة عندك فين ما مشيتي وفين ما كنتي دايما حاضرة معاك. الكرة عندك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. قبل البدايه نصلي ونسلم على النبي العدنان البشير النذير السراج المنير، صلوا عليه وعطروا افواهكم بالصلاه عليه. اذا هذا الفيديو الخوتي درناه ماشي من اجل مقارنه فقط، مقارنه من اجل مقارنه. راه الكل تساءل من الجزائريين، سالوا ان علاش نحن نتعرض مع التفتيش وهذه المعامله من طرف الاجهزه الامنيه في الولايات المتحده الامريكيه، واش اللي ما تعرضوش لجيراننا، حيت هما حاضرين في كل شيء ماشي غير كروينا. باش نكونوا واضحين، تيسولوا ويدقوا علاش حنا ما تفتت ها وما بغاش تخرج، شتي حيت انا ما تفتشناش. علاش ما تفتشتوش بالطريقه اللي تفتشنا بها حنا؟ انا غنجاوبكم لهاد لي فيديو اللي خارجين مؤخرا وهاد المشاهد اللي سبقوا مباراه الارجنتين، وغنبداو نفسروا ونحلوا بهذه الطريقه وبهاد الفيديوهات اللي خرجت قبل مباراه الارجنتين والجزائر. يعني هذا الفيديو هذا راه تيبين لكم ويجاوب، وما محتاجش انكم يخليكم تيهيد وتقلبوا على الاجابه. فهذا الفيديو كافي ونلخص غير اجابتي من خلال هذا الفيديو هذا. نتوما كتشوفوا مستوى طالع ديال الجماهير المغربيه، حضاري يعني الرقي، يعني في التعامل مع جميع الجماهير ماشي فقط غير الجماهير البرازيليه. وفي الماء حلينا وارتحينا، الا تلقاو يعني ارتحاب كبير وتلقاو معامله جميله. علاش؟ لان حنا نستحق ونستاهلوا. انت كتشوف هنا كيف الجماهير البرازيليه كتلعب مع الجماهير المغربيه كره قبل المباراه ديال المنتخب البرازيلي، والعكس في الصوره الاخرى تماما، صوره معاكسه تماما، انك كتشوف جماهير تتقاتل فيما بينها. من جينا نشوفوا هذا جماهير جزائريه، هذا جمهور ارجنتيني. علاش؟ لان راه باين العربون وباين شكون اللي عنف وباين شكون اللي ما جاتش هكا، دارها فقط بالون منفوخ بالبرد. يا عباد الله، يا ما بغيتوش تستوعبوا بان هذه مجرد لعبه بحال غادي تفرج في مسرحيه. حنا راه استوعبنا الفيلم وعرفنا بان هذه صحيح الرياضه لحد الان هي القاطره التي تجر باقي القاطرات، ماشي شي مجال اخر. واللي غيجي يقول لك راه مجال اخر راه كذب عليك. هذه واضحه، لان الكره اصبحت كتسوق صورتك قبل منك انت، قبل ما تمشي تسافر شي بلد كتلقى الصوره ديالك مسوقه عبر الرياضه، وسيرتو عبر كره القدم. بحال حنا مثلا الانجاز اللي حققناه في قطر هو اللي خلى سميه المغرب ماركوتينغ وبراند، وخلى فين ما مشيتي كتلقاها سابقاك. مع الاسف فلا تستغرب ما اللي ما عندوش شي تاريخ في هذه المسابقه هذه يلقى شي حاجه اخرى من غير انه يلقى معامله بحال هذه. للاسف الشديد حنا ما كنتمناوش هذا الشيء طرا جميع المنتخباتنا العربيه وتنستنكروا قبل ذلك، ولكن راه كل واحد يسول راسو من المنطلق ديال نفسه. علاش انا كنتعامل بهذه المعامله؟ علاش ما خصنيش نتعامل المعاملات انا ديال الكبار وديال الرقي وديال سولوا روسكم وغتلقاو الاجابه عندكم. حيت الجماهير اللي جات وتبرزات وتبولات ودارت جميع وسبات وجميع الافعال والسلوكات الدنيئه في الكان وقدام انظار الاف بي اي الامريكيه، راه ما الا انها تعرض للتفتيش وتعرض للمعامله فيها عنف وتعرض هكذا من الجماهير الخصوم بهذه الطريقه. واش غتسنى؟ واش غتسنى يعاملك برقي وبحضاره وبتعامل؟ ما تسناش. وانت ديجا عندك خلفيات وعندك للاسف الشديد صور سابقاك، تصدر صور خايبه على نفسك. للاسف راه كل واحد قال كل اناء بما فيه ينضح، راه كل واحد كيمثل صورته، ما كيمثل صوره الجار ديالو ولا للاسف الشديد. حنا قلناها في الكان ديال المغرب، قلنا اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. هذوك اللي جايين بنيه مبيته
راه ما غيلقاو هذاك الشيء اللي داروا غير قدامهم في المستقبل. ها هما كنهضروا على السنغال وعلى الناس الاخرين اللي عارفين الروس، ها هما تعرضوا لمنتخبهم وهما تعرضوا لطرق ما يمكنش روتينيه، حاجه قال لك روتينيه، فسروها بطرق روتينيه، ومنتخبات اخرى راه ما تعرضتش ادنى طريقه ديال التفتيش لانهم عارفينهم ديجا. اذا هذا الشيء وليت نفسروا به المعامله، وهاد الصور وهاد الفيديوهات اللي خرجت ديال جمهور مضارب مع جمهور، وديال جمهور كيعنف جمهور، والايام المقبله قد تجود لنا. نتمنى هادشي يوقف هنا. ما كندعيوش اننا تنشجعوا على هادشي ولا تنأيدوا هادشي، بل نستنكر، ولكن راه اللي في نيته شي حاجه راه غيعرف يلقاها قدامه تو سامبلومون، بلا ما نبقاو نقلبوا في جهات اخرى على الاجابات. اجابه واضحه للاسئله ديالكم. يلا الخوت، خلونا الاراء ديالكم في صندوق التعاليق، ونتلاقى بكم في فيديو اخر ان شاء الله.